جوزي جوميز في اللقاء الاول بلاعبي الزمالك بعد العوده من الاجازه، وموضوع ايجاريا جايين له بعد شويه، لكن دي نقطه مهمه جدا. جوميز اول جلسه عقدها مع اللعيبه قال لهم بصوا بقى، الجمله ضايعه يا عم دونجا، خلصت. اللي هقوله ده يا جماعه حصل بالحرف. قال الاحتفال لو زاد عن الحد احنا هنحط نفسنا تقريبا في اللي الاهلي كان بيعمله قبل ماتش السوبر اللي فات، اللي هو ايه؟ احساسك ان انت كسبان، احساسك ان انت فايق ورايق وما عندكش مشاكل. فمن فضل حضراتكم الملف بتاع الفرحه ده كله والكل اللي حصل ده يتقفل. في شغل كتير لازم يتعمل الفتره الجايه تقفلوا على الكلام ده. الفكره فين بقى؟ الفكره لما يكون في عندك لعيبه كبيره في ارض الملعب تقدر تحرك الامور دي بسهوله. فاكرين بين الشوطين محاضره عبد الله السعيد للعيبه والدش الساخن للعيبه اللي حكينا عنه قبل كده؟ دي فايده ان انت يكون عندك لعيبه كبيره كتير في مختلف الخطوط. فعبد الله، شيكا، عمر جابر،